جمهورية مصر العربية رفح. السائل جيم سين طاء يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في رجل مسلم ارتكب الشرك الأكبر، فهل يعذر بجهله أم لا؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل؟ وما الدليل في كلا الحالتين مأجورين؟ من ارتكب الشرك الأكبر فقد أتى أعظم الذنوب، فالواجب عليه البدار بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالشرك والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، فالواجب على من فعل شيء من الشرك أو المعاصي أن يبادر بالتوبة وأن لا يقنط ولا ييأس، لأن الله سبحانه وعد من تاب إليه بالتوبة عليه، وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، والرحيم والرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. وكل من كان بين المسلمين أو بلغه القرآن أو السنة فقد قامت عليه الحجة، الواجب عليه التفقه والسؤال والتعلم حتى يبرئ ذمته، حتى يكون على بصيرة. أما من كان في بلاد بعيدة لم يبلغ القرآن ولا السنة فهذا يقال له من أهل الفترة، حكمه الفترة، ليس بمسلم ولا كافر، بل هو من أهل الفترة موقوف أمره إلى يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار، لأنه لم تبلغه الدعوة. أما من كان بين المسلمين قد سمع القرآن سمع السنة عنده العلماء ثم يعرض ولا يسأل ولا يتبصر فهذا غير معذور، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا.